السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم لي تارتولات بكريمة اللوز بكمية اللي هي قليلة من اللوز. كنحصلوا على كمية كثيرة ديال لي تارتولات، وكيف ما كتعرفوا معايا ثمنهم كيكون مرتفع في المخابز. غادي نحضرهم بطريقة اللي هي مبسطة وناجحة 100%، ومقادير اللي هما مضبوطين. نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تعجبكم، ومشيو نتعرفوا على المكونات مع طريقة التحضير. فرجة ممتعة. بالنسبة لمكونات العجين غادي نحتاجو 250 غرام من الدقيق ما يعادل 2 الكيسان ونصف، بيضة كاملة، 125 غرام من الزبدة ما يعادل نصف ربعة، 4 غرام من خميرة الحلويات ما يعادل معلقة صغيرة مع مرش، وكذلك غادي نحتاجو 8 غرام من فاني بودرة أو كيس من سكر الفانيلا مع 125 غرام من السكر ما يعادل كأس إلا ربع. على بركة الله غادي ناخدو الزبدة ديالنا. ضروري ان الزبدة ديالكم تكون بدرجة حرارة المطبخ باش يسهل عليكم انكم تخدموها. غير هو واحد الملاحظة، الا كانت عندكم الزبدة حيوانية من الافضل، الا ما كانش استعملوا الزبدة ديال البواطة. غير هو الزبدة ديال المارغرين ما تستعملوهاش نهائيا في الوصفة، لان ما كتجيش زوينة، المذاق ديالها تا هو ما تيكونش زوين. كيف ما لاحظتوا ضفت السكر والفانيلا وخلطت مزيان حتى تحصلت على واحد الكريمه، وغادي نضيف عليها بيضه كامله تكون بدرجه حراره المطبخ مع قريصه ديال الملحه، وغادي نخلطوا مزيان المكونات حتى كينسجم لينا البيض مع الزبده، وكنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي ومتجانس، كيكون بهذا الشكل. ضروري ان تخدموا الزبده ديالكم مع البيض مزيان مزيان. وغادي نضيف عليه الدقيق. انا هنا غادي نضيف الدقيق غادي نقسمه على نصفين. غادي نحاول نخلطو هكا غير بسباتولا. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي راه ما كتعجنش نهائيا، كنحاولوا غير نجمعوها صافي. بالنسبه لكميه الدقيق، هنا درت 250 غرام. نتوما غتشوفوا على حسب نوعيه الدقيق ديالكم. تقدر ديك 250 غرام تنقصوا منها دوك 2 كيسان ونصف، تقدروا تنقصوا منها 2 معالق، ولا تقدروا تحتاجوها يعني كامله. يعني كتبقى على حسب نوعيه الدقيق. انا هنايا بديت كنجمع غير باطراف الاصابع، ونسيت ما ضفت معلقه صغيره من خميره الحلويات. وكيف ما لاحظتوا معايا غير كنجمع، يعني ما كندلكش نهائيا. العجينه كتكون طيطبه بحال تكون كتلصق في اليد. غادي نديرها في بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح على الاقل 21 دقيقه. من بعد ما ارتاحت لي العجين، كيف ما لاحظتوا معايا انا فرشت غير ورق الفرن ودرت قليل من الدقيق، غير شويه ديال الدقيق. ولا ممكن انكم تفرشوا غير بلاستيك بحال هكاك وتسرحوا فيها العجين باش ما نزيدوش نضيفوا كميه اخرى من الدقيق. هاد العجين صدقوني راه كتجي هشيشه ومرمله، يعني صراحه الله كتجي لذيذه. ان شاء الله غادي تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. كيف ما لاحظتوا معايا غادي نسرحها بالسمك اللي انا بغيت، ما نرققوش العجين وما نغلظوهاش عاوتاني. ونديرو بحساب اننا ضفنا خميره الحلويات. هنا غادي نحضر لي طاغطوليط في هاد لي سيركل هادو. وغادي ناخذ واحد السيركل اللي كيكون كبر من القالب اللي غادي نحضر فيه لي طاغط. غادي نقطع العجين ديالي. بطبيعة الحال أي قالب متوفر عندكم غادي تستعملوه، يعني ماشي بالضرورة أن يكون عندكم هاد القوالب الصغار. أي حاجة عندكم راه غادي تستعملوها. غادي نحيد دوك الفائض ديال العجين. وبالنسبة للعجين راه ما غاديش نجمعو، يعني ما غاديش نعجنو عفوا، غير نجمعو هكا. وغادي نغطيه بلاستيك غذائي وغادي نخليه على جنب حتى نكمل الكمية كاملة، ولا ممكن أنكم تدخلوا للثلاجة إلا كان عندكم الجو ساخن. غادي ناخد السيرك الاول كيف ما لاحظتوا معايا، غادي نحط فيه العجين هكا في الوسطي، وغادي نبقى نثبت العجين حتى كنوصلوا للقاعده. راه الفيديو كيشرح نفسه بنفسه. ممكن انكم ديروا هذه الطريقه ولا تخلوا العجين كيف ما هو عادي وتهزوا منه مثلا كويره وتبسطوها، يعني كيبقى على حسب القالب ديالكم. وكيف ما لاحظتوا معايا العجين راه كيكون رطيب، ما تضيفوش ليه الدقيق بزاف باش ما يجيكمش العجين ديالكم الصابلي ديالكم قاصح. نحاولوا نثبتوا القاعده مزيان، ودوك الجوانب حتى هو يثبتوا مزيان باش يشد لينا لا فورم ديال السيركل ديالنا. وضروري من التحتي يكون هكا مقاد، يعني مستوي، ما يكونش يكون على الحافه ديال السيركل باش تجيكم لي طارطوليت مقاده. نحاول بنفس الطريقه كنثبت الجوانب وكنقطع اما بيدي اما بالسكين اللي نتوما بغيتو. نكمل على هذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله ديال العجين ديالي.
من بعد غادي نديرهم في بلاطو، غادي ندخلهم اول حاجه غادي نتكوهم من الوسط، وغادي ندخلوهم للمجمد واحد 20 دقيقه ولا 15 دقيقه حتى كتبرد لينا العجين، هكا باش ملي كندخلوهم من الفرن ما كينزلوش لينا. بالنسبه لكريمه اللوز غادي نحتاجو ليها زوج بيضات، 125 غرام من السكر، 150 غرام من الزبده، كيس من سكر الفانيلا ما يعادل 8 غرام، كذلك غادي نحتاجو 150 غرام من اللوز و12 غرام من الدقيق. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ناخدو الزبده ديالنا، دائما الزبده ديالكم تكون بدرجه حراره المطبخ. انا هنايا كيف قلت لكم درت 150 غرام ما يعادل نصف ربعه، ونزيدوا لها واحد المعلقه مع مرش. غادي نضيف عليها السكر. بالنسبه للسكر القاعده كتقول قد السكر قد اللوز قد الزبده، انا هنا راني نقصت كميه ديال السكر، درت كاس الا ربع لان ديجا الصابلي ديالي راه حلو. وغادي نضيف عليه زوج بيضات. بالنسبه للبيض الا كان عندكم البيض اللي هو كبير غادي تحتاجوا غير زوج بيضات، الا كان البيض اللي هو صغير غادي تقدروا تحتاجوا حتى 3 ديال البيضات، يعني كيبقى على حسب حجم البيض ديالكم. كيف ما لاحظتوا ضفت غير البيضه الاولانيه حتى خلطت شويه، عاد غادي نضيف الحبه الثانيه. ودائما البيض ديالكم يكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نخلط مزيان على اعلى سرعه حتى كيتجانسوا لي المكونات. وغادي نضيف عليه كيس من سكر الفانيلا، ممكن تنسموا باي منكه عندكم ولا غير بالحامض ولا الليمون، المهم اي حاجه نتوما كتعجبكم المذاق ديالها. بالنسبه للوز انا هنا تقريبا غير كاس ديال اللوز، راه ما طحن يعني ما حمرتوش عفوا، غير مسحتو وطحنتو باقي دوك الحبيبات ديالو غلاض، يعني ما غاديش نطحنو حتى كيولي لنا بودر ولا كيتعلق. غير كيطحن هكا كتحسوا بانه راه باقي فيه حبيبات صغار وصافي. وغادي نضيف عليه معلقه ونصف من الدقيق ونخلطو مزيان حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون متجانسه بهذا الشكل. غادي نديروا الكريمه ديالنا في واحد البوش ولا في شي بلاستيك، غير باش يسهل علينا اننا نوزعوها. بطبيعه الحال الا استعملتوا قالب اللي هو كبير غادي تحطوا الكريمه ديالكم مباشره وغادي تقادوا الوجه ديالها. فهاد الاثناء كتكون العجين ديالي تماسكات وبردت مزيان. ضروري ان تخلوا العجين ديالكم تبرد في المجمد هكا باش منين بعد ما كندخلوهم الفرن ما كينزلوش لينا وكيبقاو محتفظين على الشكل ديال القالب ديالكم. غادي نحطها فوق طاوله الفرن كيكون مفرش بورق الفرن ضروري منه، وكيكون الفرن ديالنا مسخن من قبل. ضروري ان الفرن ديالنا نسخنوه من قبل على 180 درجه. غادي نشعلوا ليه من الاسفل والاعلى بالنسبه للفرن الكهرباء، وبالنسبه للفرن الغاز غادي تشعلوا ليه غير من الاسفل فقط. الا كان عندكم كيشعل لكم الفوق غادي تخلوا النار اللي هي الشمعه يعني ناقصه. وبطبيعة الحال راه كيبقى على حسب كل سيدة والفرن ديالها هي اللي كتحكم فيه، لان كاين بعض الاخوات كيكون الفرن ديالهم كيديروا على 180 درجه ودغيا كيطيب ليهم، يعني دغيا كيحرق ليهم. لهذا كل وحده غادي تدير على حسب الفرن ديالها. انا المهم كنقول لكم الطريقه ديالي وانتم غادي تحكموا في الفرن ديالكم. وضروري فاش نوضعوا الكريمه نخلو شويه ديال الفراغ لان مازال غادي يضاعف الحجم ديالها. غادي نزينها بشويه ديال اللوز افيلي ولا اي مكسرات نتوما متوفره عندكم. ممكن انكم تاخذوا اللوز تحيدوا ليه غير القشره ديالو وتزينوا به من الفوق ولا الكركاع، المهم كيبقى حسب الرغبه. انا هنا غادي نكتفي غير بشويه ديال اللوز الافيلي. وفاش غادي نحطو فوق الكريمه نحاولوا ان نثبتو، يعني نحاول نهبط داك اللوز الافيلي مع الكريمه باش يلصق ليا، باش منين بعد ما طيب ما يتزولش ليا ويطيح. وغادي ندخلو مباشره للفرن. هنا بالنسبه للكريمه للامانه راها عطاتني هاد الكميه وكميه اخرى. بطبيعه الحال الا نتوما درتو قالب اللي هو كبير راه غادي تجيكم نيشان. وكنستسمح لانني من بعد ما خرجته من الفرن المقطع ديال الفيديو كامل تمسح ليا، ما عرفتش كيفاش وقع التمساح. فاش جيت ندير المونتاج تلاقيت بانه راه ما كاينش، اضطريت انني نمشي نجبد. بقاو عندي شي حبيبات هكا وقلت نصورهم لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. من بعد طبيعه الحال ما خرجتهم من الفرن راني دهنتهم شويه ديال العسل وزينتهم كيف ما كتلاحظوا بالسكر بودره. كنتمنى وصفات اليوم تعجبكم، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتتبعوا الفيديو للاخير وتجربوها، اكيد غادي تعجبكم لانها فعلا كتجي خفيفه وواحد التعليكه اللي هي لذيذه. وكيجو في الحقيقه احسن بكثير من ديال المحلات. شي حاجه اللي محضراها في دارك وعارفه شنو فيها افضل بكثير من شي حاجه ما عارفاهاش. وكيف ما قلت لكم راه غير بكاس ديال اللوز راه كتعطيك كميه اللي هي لا باس بها. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه. ما سخيتش بكم، دمتم في امان الله والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.